والفكرة اللي جت في بالي أول ما اكتشفت إني حامل هو إني أرجع لجوزي الأولاني، أترمي تحت رجله وأقول له سامحني، وأبكيله وأحسسه بندمي وظلمي ليه. هحكي له اللي حصل وأعرض عليه إن اللي في بطني يتكتب باسمه، وبكده بقى حققت حلمي وحلمه، وبقيت أم وهو بقى عنده طفل يشيل اسمه. أنا عارفة إنه طيب وهيوافق، وغير كده بيحبني قوي، وعمره ما هيرفض لي طلب زي ده ولا هيرضى يزعلني. وبكده ما بقاش خسرت حاجة، بالعكس أبقى كسبت كل حاجة. كسبت ابن، وارجع لدلال جوزي وفلوسه، وكسبت لي يومين حلوين مع فادي. وفعلا رحت له، عديت على المطاعم الأول أدور عليه ما لقيتوش، فرحت له على البيت، رنيت الجرس واستنيته يفتح لي. كنت واقفة وقلبي بيدق 1000 دقة في الدقيقة من التوتر والخوف. دقايق ولقيت الباب بيتفتح، وقلبي كان هينفجر بين ضلوعي مع فتحته، وشفت المحمود، عشرة عمري. واكتشفت وانا ببص له انه وحشني قوي، وحشني لدرجة اني مش عارفة انا ازاي قدرت ابعد عنه. بصيت له بالدموع اللي اتجمعت في عينيا، وقلت له بصوت يا دوب طالع: وحشتني قوي يا محمود، ازيك عامل ايه؟ بصلي وابتسم ابتسامة باردة، وقال لي كلمة واحدة: بخير. رده البارد صدمني، وجه عكس توقعي بانه هو كمان مشتاق لي بنفس الدرجة. بس الظاهر ان جرحي ليه نهى كل حاجة في قلبه ليا، نهى الاشتياق وكل حاجة كانت ما بينا. ومش رده البارد بس هو اللي كان صدمة ليا، لا، دي الصدمة الأكبر لما ظهرت واحدة ست من وراه، لابسة هدوم بيت وحاطة ايديها على كتفه، ولقيتها بتسأله بحيرة: مين دي يا محمود؟ أنا وقتها حسيت إني بموت، وخلاص أنفاسي بتتسحب مني. معقول محمود اتجوز من بعدي؟ وفي اللحظة دي بس عرفت سر بروده في استقبالي، مش بسبب مراته وإنه اتجوز، لأ، لكن بسبب الإحساس اللي خليته حس بيه وقت ما سبته، واللي أنا حاسة بيه دلوقتي، وكأن ربنا بيقتصله مني. بصيت له بعتاب مش عارفة بأي حق، عتاب مش في محله خالص. وكنت فاكرة إني هشوف في عيونه هو كمان نظرة ندم، لمحة ولو بسيطة من الندم أو من الاشتياق لما يشوف عتابي ليه. لكن للأسف ما لقيتش في عيونه غير كل ارتياح، وخصوصا وهو بيبص لمراته الجديدة، وبيمسك ايديها من على كتفه وبيبوسها قدامي. وبصلي وقال لها: لا أبدا يا حبيبتي، دي واحدة جاية طالبة مساعدة، وانت عارفة اني ما بردش بابي في وشي محتاج. قال كده وسابني واقفة مخنوقة بدموعي ودخل، وساب كمان مراته الجديدة واقفة قصادي تبصلي باستغراب، وتركز قوي في كل تفاصيلي. وانا كمان كنت ببص لها بقهر. كانت شابة وصغيرة، أصغر مني يجي ب10 سنين. كانت جميلة قوي، أجمل مني بمراحل. حسيت بنار قادت فيا، وما بقتش مستحملة ولا رجليا بقوا شايليني. فاتحركت من قدامها فورا ومشيت. مشيت قبل ما أقع قدام باب محمود، ويشمت في ضعفي وقلة حيلتي وكسرتي أكتر من كده. نزلت الشارع وقعدت على جنب أخد نفسي وامسح دموعي. لقيته نزل ورايا وجي وقف قدامي، ومدلي إيده بفلوس وهو بيقول لي: خدي دول، ويا ريت ما تجيش هنا تاني. أنا خلاص اتجوزت وبقى عندي ست ما ينفعش أجرح مشاعرها أو أخليها تحس بالغيرة، خصوصا من واحدة ما عدلهاش أي قيمة في حياتي. بصيت له أنا مش مصدقة اللي بسمعه منه، ولا قادرة أستحمل كلامه اللي زي الرصاص. بعدت إيده بالفلوس وقلت له: وأنا مش عايزة منك حاجة، واطمن، مش هتشوف وشي تاني. بصلي شوية وهو ساكت، وبعدها قال لي: عارفة يا حنان، أنا كان ممكن أعيش على ذكرياتي معاكي العمر كله، وما فكرش أتجوز ولا أدخل بيتي ولا حياتي واحدة بعدك أبدا. بس ده لو كنت فعلا اتطلقتي مني عشان نفسك تخلفي زي ما قلتيلي. مش هكتشف بعد كده إنك اتطلقتي عشان تتجوزي عيل من دور عيالك. لأ، وكمان كنت بتحبيه من وانت على ذمتي. يعني كنت ست خاينة، كنت بتخونيني وانت تحت سقف بيتي، وآخر الليل بتحطي دماغك على المخدة جنبي وتنامي من غير أي ذرة خوف مني أو من ربنا، ولا كأنك عاملة ذنب عظيم وغلطانة في حق غلط لا يغتفر.
هو غير سمعتي واسمي اللي مأمنك عليهم ومرمختيهم في الوحي، وانت بتوعدي حبيبك في النوادي وعلى عينك يا تاجر، وخليتي كل الناس تشاور عليا وتقول المغفل اهو. بس تعرفي، انا بحمد ربنا اني اكتشفت كل ده بعد ما طلقتك على طول، عشان الحاجات دي هي اللي صبرتني على فراقك اللي كان ممكن يدمرني. ومن كرم ربنا كمان عليا انه رزقني ببنت الحلال الاصيله بنت الاصول اللي راضيه بيا وبسني وبعيشتي، ومش بتخلف زيي، يعني عمرها ما هتشوف نفسها بتضحي عشاني واضطر ان اديها تمن تضحيتها كل يوم. ودلوقتي خدي دول، عارف انك محتاجاهم، وعارف كمان اللي عمله فيكي جوزك النصاب، وانه اخد كل اللي حيلتك وسابك على الحديدة، سابك تنزلي تشتغلي عشان تاكلي من بعد ما كنت هانم بتؤمر وتنهي. انا متابع اخبارك يا حنان من يوم ما خرجتي من بيتي، وعارف كل خطوة بتخطيها رجلك وكل حاجة حصلت لك، مش عشان لسه تهميني، لا طبعا، عشان بس اشوف فيكي عدالة ربنا وحقي وحق سنين عمري وهم بيرجعولي. وهم رجعولي، ورجعولي اكتر ما كنت اتخيل كمان. مش الشماتة حرام، بس انا للأسف شمتان فيكي قوي. خلص كلامه ورمالي الفلوس في حجري وسابني ومشي. طلع تاني البيت ولمراته، وفادي هو كمان اللي دمرت حياتي عشانه بقى عنده بيته ومراته، وانا بس اللي فضلت وحيدة. انا اللي خسرت كل حاجة، شيطاني اللي اتغلب عليا في لحظة ضعف خسرني حياتي. قمت ومشيت واخدت الفلوس طبعا، ما انا مفيش قدامي حل غير ان اخدهم، وما عادش عندي كرامة اصلا عشان اصل لها وارميله الفلوس واقول له مش عايزاهم ولا عايزة منك حاجة. ماليش عين اعمل كده ولا من حقي اصلا. رجعت شقتي وقعدت فيها وانا بفكر، يا ترى هعمل ايه في اللي جاي وفي اللي ببطني. اليوم ما هيجي اللي هيلاقي اب ولا بيت ولا حتى لقمة ياكلها. فما لقيتش غير حل ان اكلم فادي واقول له اني حامل، وده ابنه هو اللي يتكفل بيه، مع اني متوقعه ان واحد زي ده مش هيعترف بيا ولا بيه، لكنها اخر محاولة قدامي، حتى عشان لما يتولد الولد يتكتب باسمه ويبقى يحلها الحلال. واتصلت بيه فعلا، في البداية ما ردش عليا وعمل لي حظر، فبعت له رسالة مع صاحبه وقلت له يبلغه اني حامل، ولقيته بعدها على طول فتح تليفونه واتصل عليا، اتأكد مني ان اللي قلته لصاحبه حقيقي، وخلاني صورت له اختبار الحمل وبعته له، وبعدها قفل السكة في وشي من غير ولا كلمة زيادة، عشان اتفاجئ تاني يوم بجرس الباب بيرن. فتحت وانا بقول ده اكيد هو، لكني لقيت 3 ستات داخلين عليا ومسكوني عدموني العافية، ما سابونيش غير بعد ما اتأكدوا ان خلاص خسرت اللي في بطني. فضلت مرمية على الأرض بعد ما مشوا مش قادرة أقوم، وما حلتيش غير دموعي، بكيت بكل الندم اللي جوايا على إني في يوم دمرت حياتي عشان البني آدم الحقير ده. فضلت أزحف بعدها لغاية ما وصلت لتليفوني، قلبت فيه أدور على حد يساعدني، لغاية ما لقيت رقم صديقة قديمة من زمان، وكانت قطع التواصل ما بينا ونسيتها أصلا، بس متأكدة إن أول ما أحتاجها وأطلبها هتجيلي على طول. وفعلا ده اللي حصل، جاتني وودتني المستشفى وفضلت معايا، وهناك اتأكدت إن ما عادش في بيبي خلاص، وغير كده مش هينفع أبقى أم تاني لأن الرحم لازم يتشال. وشالوه فعلا. غمضت عينيا بألم وأنا شايفة إني بخسر كل حاجة مرة واحدة، لكني ما قدرتش أعترض على أي حاجة بتجرالي ولا حتى بيني وبين نفسي، لأن دي عدالة ربنا وانتقامه مني على جرح المحمود جوزي لأنه ما بيخلفش. رجعت البيت مع صاحبتي وأنا مش بس محطمة وخسرانة حلم عشت أحلامه 25 سنة، لا، ده أنا كمان رجعت معاها في إيدي اليمين. نتيجة ضرب الستات ليا خلتني مش هقدر أحركها طبيعي مرة تانية، يعني بمعنى أصح إيدي عجزت. ومن يومها وأنا عايشة على الصدقات أو على الشحاتة بمعنى أصح، أمد إيدي أخد من الناس ملاليم أو بقايا أكل، أقعد قدام القهاوي والكافيهات والنوادي. محمود قابلني كذا مرة وشاف حالي واللي وصلت له، منكرش إني كنت بشوف في عيونه شفقة الجزء من الثانية،
لكنها كانت بتختفي بسرعة وبتتحول لنظرات شماتة ولوم، ويسيبني ويمشي ولا كأنه كان يعرفني في يوم من الأيام. مراته كمان شفتها كذا مرة وهي داخلة المطاعم بتاعته، والناس بتستقبلها استقبال مرات صاحب المكان وبيقفوا لها احترام، وبعدها تخرج وهي متشعبطة في دراع محمود اللي ضحكته من الودن للودن، وصغر يجي 20 سنة، واللي يشوفه يقول رجع شاب في الثلاثينات. وبعد ما كان الاحترام والتقدير والحب ده كله ليا أنا لوحدي، أخدته هي وأخدت مكاني، وبقيت أنا عزيز قوم ذل، أو خليني أقول عزيز قوم من غلط الغلطة اللي دفع تمنها غالي أوي. ومن مكاني ده، من على الأرض اللي قاعدة عليها من بعد ما كنت قاعدة على ريش نعام وبلبس الحرير، أحب أقول لكل ست عندها نعمة مش مقدرة قيمتها: ما تتبطريش على نعمتك وترفسيها برجلك. جوزك ده اللي ما بقاش يهتم بيكي دلوقتي يا ما اهتم بيكي زمان، وطبيعي العلاقات بيصيبها البرود في مرحلة معينة. مفيش حد ما بيأثرش نتيجة عوامل كتير قوي بتأثر على أي علاقة. استحملي واهتمي وصلحي العلاقة وحاولي ترجعي الشغف ما بينكم من تاني. صدقيني ده أحسن ما تتحولي لحنان تانية وتقعدي نفس قعدتي، مع اختلاف الأماكن طبعا، بس هو الذل وهي مادة الإيد. ارضوا، ده الرضا بالمقسوم عبادة.